يا صباح الفل. النهارده هتكلم عن مشكلة بتواجه أي حد بيربي حمام، سواء قديم أو جديد، يعني مبتدئ أو إذا كان غاوي من زمان. الزغلول ده حجمه ضعيف وما بيحولش يعني ما بيبتديش الأكل يطلع عليه. مش طب حد هيقول مع إنه أكل كويس أهو، حد هيقول لي طب ما هو حجمه كويس. اقول لكم هو انا ليه بقول حجمه ضعيف، انا بقارنه بايه. ده كده اللي بقول عليه ده الضعيف، ده اللي فيه المشكله اللي انا هقوله لكم، وده ودول قص تاني. القص ده نفس عمر ده، الاهالي ده متحضن تحت اهالي دول او العكس، انا عكسهم. القص ده طالع وحديه، العش ده وحديه، نفس العمر اهو ماشي. الزغلول ده متحضن تحت قص كينج وحده. طيب هنقول عدم تأكيل، التأكيل أكل كويس جدا، بس هو أنا ملاحظ إن هو حجمه من كام يوم وهو ما بيكبرش. ودي طبعا فايدة الرعاية اليومية للزغاليل، زي ما عملنا في فيديو بتاع امبارح وأول امبارح. فطبعا ده هنقول هنعمل فيه إيه النهاردة عشان يبتدي يظبط ويبتدي يشتغل معانا ويحول ويبتدي يعني حجمه يظبط شويه عن الكلام ده. دي نفس المشكله برضو اللي زي لما بتبقى في زغلول كبير وزغلول صغير، ساعات بتبقى المشكله في الاهالي. المشكله في الاهالي في التاكيل، يعني بياكلوا واحد ازاي اكتر من التاني، وساعات بتبقى الاتنين بياكلوا بس واحد بيكبر وواحد لا. ده برضو نفس الحل بتاع النهارده. هقول لكم ايه اللي المفروض نعمله مع زغلول زي ده، وشوية زغاليل كمان تانية هعمل معاهم نفس الكلام. هجيب الفلاجيل ده، الفلاجيل اللي هو البشري، فلاجيل بشري ده 500، فانا مكسر البرشامة دي على اكتر 500، فلاجيل 500، فانا مكسر برشامة على 8. الفلاجيل 250 بنكسرها على 4. انا السن ده ما بديش في السن ده، هوريكم السن اللي انا بديه برضه دلوقتي. دول طبيعيين ما فيهوش مشاكل، مش هديهم، بس انا هدي السن ده حتى لو كان اصغر من كده طالما عنده مشكله. نبتدي نديله نص زي كده، او مش نص بقى، ده انا عايز اقول لكم الحبايه المكسره على 8 فدي تم اهو. انا هديله لمده 3 ايام. هو ليه ما بيحولش؟ طيب هو في بكتيريا دخلت طبعا من الاكل، من الميه، الاكل اللي قعد في الحصله زياده شويه فابتدى يعمل بكتيريا، والبكتيريا دي اثرت عليه، اثرت عليه في الهضم. ولو سبناه كمان هنلاقيه يضعف شويه عن كده، ويبتدي كمان ما يهضمش خالص، وبعدين هيموت. فاحنا في حاجه زي كده بنطهر معدته، بيموت البكتيريا اللي هي مسببه في عدم الهضم ده، او عدم الاكل ما بيطلعش عليه. لما بعد الفلاجيل لما بياخده، طبعا الفلاجيل ده حاجه انا اتكلمت فيها من زمان وعملت لها فيديو وحديها، بس النهارده السن ده والمشكله دي. وكمان ساعات بنلاقي زغلول الحصل عنده يعني منفوخه شويه، ريحه بق وحشه، الكلام ده كله الفلاجيل بيجيب معاه نتيجه هايله. هقول لكم برضو ايه الزغاليل تاني اللي هنستخدم معاها الفلاجيل. هنرجع دول مكانهم، مش هديهم حاجه دلوقتي. والسن كمان ده انا بدي الفلاجيل في السن ده. ده سن مثلا عدى 10 ايام، عدى 10 ايام، فكده الفلاجيل امن عليه. ابتدي ادي تمن لكل واحد، برضه هدي لمده 3 ايام. ده بيبقى وقايه مش علاج. كمان السن ده اهو، السن ده برضو اللي هو في حدود يعني 12 13 يوم كده، 14 برضو نديله تمن.
بكل بساطة. والفلاجيل مش غالي. الأعمار الأكبر شوية دي ما خدتش، فأنا هنتهز الفرصة دلوقتي إن أنا كده كده مكسر العمر ده 20 يوم أهو. هدي كمان الكينج ده. الكينج ده عمر مثلا 25 يوم، نفس الكلام انا مديتوش اهو. ندي كمان ده. انا الصراحه هدي الزناديل لحد ما يخلصوا اللي انا مكسرهم اهو. ادي كمان ده. الزغاليل بعد ما بتاخد الفلاجيل بتفوق. ندي كمان ده. ده خد ده معانا بس وقع. كمان ندي ده. وكده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. وما تنسوش اللايك لدعم الفيديو، واللي مش مشترك في القناة يشترك، واللي عنده أي استفسار يكتبه في التعليقات، وبإذن الله بتشرف إني برد على حضراتكم على كل التعليقات. واستنونا بإذن الله في فيديو جديد.